السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخاطبتكم الأستاذة رجاء الحاج منصور بن علي المحامية. نحب نحكي في موضوع، أول حاجة موضوع أم زياد. أنا شفت يعني نشريات على الفيسبوك، بصراحة موش معقول مرأة فاضلة ومرأة مناضلة يتم نعتها بأبشع النوت. يعني احنا ماذا بينا لو خيان على الفيسبوك يعني يقدروا نضال نساء تونس الأحرار، هذا حتى وكان هي تختلف معاهم فكريا. يعني ماهوش الاختلاف الفكري يخلينا نعتوها في عرضها أو في شرفها أو في معناها إنسانيتها. ثم بخصوصي أنا، صدر مقال في جريدة رياليتي لهذا الأسبوع، نلقى فيه أشياء أنا معناها أصادق عليها وأشياء لا أصادق عليها. منها أولا معناها نعتي مع مش يعني الرياليتي نقلت عن أحد معناها لزادمين يقول أني أنا جلال بريك النهضة. أنا مش معقول نجم نكون كما جلال بريك، لأني ما نسبش قدام العموم، ما نقولش كلام الزايد قدام العموم. يعني تشبيهي بجلال بريك في غير محله، تشبيهي بهذا بجلال بريك في غير محله، وأرجو أن معناها من نعتني بهذا النعت أنه يسحب النعت متاعو هذا والصفة هذه اللي أعطاها لي، وحتى كان هو ما يسحبهاش راهو ما يخرجش عليه باش يسميني جليلة بريك متاع النهضة. ثم أنا مش متاع النهضة، راه أنا سبق وقلت أني أنا مستقلة. وفي الارتيكل هذا نلقى وأن اش تقول في اللي يقول في الارتيكل: si celle-ci se revendique indépendante, elle déclare appartenir au parti النهضة. أنا جامي معناها ديكلاري اللي أنا جابارتي النهضة، أنا مستقلة وسأبقى مستقلة، أنا إسلامية وأدافع عن الإسلاميين الكل، سواء كانوا نهضويين أو تحرير أو سلفيين أو مسلم، يعني بالعيد والموسم ومعناها معناها ما يطبقش في الإسلام ولكنه مسلم. سبق وأني قمت بقضايا في معناها في كل ما يتعلق بالتعدي على المقدسات. هذا راني أنا ما اخترتوش، يعني حبي في ديني هو جعلني أقوم بهذه القضايا. ثم آتي الموضوع الهام والهام جدا اللي هو موضوع الإعلام. الإعلام هذايا اللي طال التنديد به وقريب باش نعملوا عميل من الثورة وهو على حاله. جمال البارك مش حاب يتحرك، الجمال تقول له زع يتعد يخرج يقوم. اليوم مشيت للوقفة الاحتجاجية قدام القناة 7، قسم على الله ما هالقناة، فما شكون قاعدوا معتصمين أمام القناة هذه، إلا أني كي دخلت على الفيسبوك نلقى فما نشرية تقول وأن القناة 7 تهدد الحكومة بعدم تغطية نشاطها لمدة أسبوع. بالله يقول لي علاش يدلوا هالقناة هذه؟ علاش يدلوا؟ الشعب توا قاعد معناها يعمل في عرائض ويصحح ويحب يعمل بها قضية باش يسحب دعمه المالي اللي هو معناها يتحط في شو اسمها ورقة الضوء، وقال لك يا سيدي المال الماشي للسدرة زيتون أولى به، التنمية أولى من الإعلام اللي هذايا قاعد يمشي معناها ضد طموحات الشعب. توا يجيو يقولوا نحن ما نغطيوش العمل الحكومي لمدة أسبوع، يوليوش معناها الحكومة ورئيس الجمهورية يتعداو كان على الفيسبوك؟ ولا فما إمكانية هي؟ علاش ما الحكومة ما تطلبش من مكتب الجزيرة يغطيها خلال الأسبوع ولا حتى لأشهر، وخليها القناة هذه هي قناة مزبلة خلينا نشوفوها معناها هي خصت نفسها لقطاع خاص ولطوائف خاصة، خلينا نتواصل في هذا الطريق وبيننا القضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.